عايزه اقول لكم الخضره دي جايباها وانا جايه من البلد بألف هنا وشفا، يا رب الكل هياكل منها. حظهم بقى ان انا لسه جايه من السفر. يلا نجهز اوردرات المحشي. عندي هنا رز غسلاه، هنزل عليه بصل مفروم، التركه دي بتفرق جدا في طعم المحشي. هنبهر بقى بنفس البهارات اللي عملنا بيها خلطه المحشي: فلفل اسود، ملح، كزبره، كمون. ممكن بقى نحط بهارات لحمه او 7 بهارات او ال11 بهار، دي حلوه قوي. بس كده ما بستخدمش اي بهارات تاني ولا اي حاجه معلبه. وهوريكم دلوقتي بقى صلصه المحشي اللي انا عاملاها بطماطم بيور. صلصه انا اللي بعملها في البيت، تبقى احلى من الجاهزه كمان ومن غير اي اضافات. بصل ونفس الاضافات دي وسمنه وزيت والطماطم وبس. ندعك بقى كويس جدا، نخلي الرز يتشرب من البصل والبهارات اللي احنا حطيناها دي كلها بالشكل ده. كل رزايه تتغلف كده بالبهارات والبصل. ننزل بقى بالخضره. عايزه اقول لكم الخضره دي جايباها وانا جايه من البلد بألف هنا وشفا، يا رب الكل هياكل منها وهيحس بالفرق بقى بين المحشي بالخضره بتاعت هنا والخضره بتاعت البلد عندنا. حظهم بقى ان انا لسه جايه من السفر. اقلب برده كده كويس بالشكل ده. ودي صلصه المحشي اللي بقول لكم عليها، شايفين الزيت فصل منها ازاي؟ اتسبكت كويس جدا. جالي مره كومنت من عميله قالت لي المحشي بتاعك فلاحي قوي. لحد دلوقتي انا مش عارفه هي دي كانت ميزه ولا عيب، ولا يمكن انا بسبك الحاجه كويس، مش عارفه. لحد دلوقتي مش عارفه كان قصدها ايه. نقلب بقى كده كويس. شايفين كده الخلطه لونها عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم الكاميرا كمان ظلماه، يعني هو احلى من كده بكتير. محشي الصح، بصل كتير، خضره كتير، اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله. مش عارفه كده واضحه ولا لا، بس هي دي الخلطه اللي احنا بنعتمد عليها طول الوقت. عشان انا بقى من الناس المتعبه اللي ما بتعرفش تعمل حاجه واحده في نفس الوقت، لازم اعمل كذا حاجه. سلقت الكرنب ده لسه طازه وكنت بقطع في نفس الوقت، يعني بصوا اللي اطلعه من الحله كنت بقطعه على طول، وده بينجز معايا في الوقت جدا. طبعا زي ما انتم شايفين انا مقطعاه، مش رصاه على حاجه ولا اي حاجه، فانا هقطع كمان وانا بشتغل بالشكل ده. المحشي ده طالع فروزن، فادي الصباع اهو. هرصه على طول في الاطباق بس لما اخلص كل الكميه المطلوبه. بعد الكرنب كمان هعمل ورق عنب بالشكل ده. كده انا خلصت اول حاجه في اوردري. محشي الكرنب مطلوب 3 كيلو، هو المفروض يكون فروزن لكن انا مش ببيعه فروزن، انا بعمله طازه في نفس اليوم، ولما يجيلك انت بقى فرزيه براحتك، اهم حاجه ان هو يوصلك طازه. وهنا ده بقى خلطه المحشي. عايزه اوريكم حاجه برضو من اهم اسباب نجاح الخلطه، ان ما يكونش فيها ميه خالص. شايفين مفيش فيها ولا نقطه ميه، الخلطه ناشفه. ده كده الرز هيبقى مفلفل وطعمه حلو جدا. استنوا بقى هنضيف حاجه كده عشان ورق العنب. ورق عنب يعني دبس رمان، وده احلى نوع انا جربته بعد تجارب من انواع كتير. نضيف كده شويه حلوين يديله مزازه وطعم حلو قوي. انا مكتره شويه عشان طبعا انتوا شايفين ما شاء الله الكميه كبيره، فبيدي طعم حلو قوي. ورق العنب ومحشي البصل بيبقى حلو جدا معاه. نقلب بقى، وطول ما انا شغاله دايما بحب ان الخضره تكون متقطعه، وكل شويه احط شويه بالشكل ده. انا بحب خضره المحشي تكون كتيره. نقلب كده كويس. بعد كده نبدا نحشي. انا سلقه كمان ورق العنب كنت مخزناه من الموسم بتاعه، وبخزنه بلف في ورق استرتش. هوريكم شكله زي كده. هو ده ملفوف بورق استرتش مفهوش هوا خالص، واخضر كده زي ما هو. اول ما بطلعه بقى من الفريزر بغسله الاول، وبعدين بسلقه في ميه وليمون وزيت وشويه ملح. الزيت طبعا بيخلي الحشو سهل ومش بيخلي الورق لازق في بعضه، فبيسهل ان احنا نحشي ونعمل بسرعه. نغير الجلافز ونبدا نحشي. انا قلت اغلفه الاول قبل ما احشي. ودي ورق العنب بعد ما سلقته، طبعا كنت سايباه يتصفى. بصوا بقى الورق باكك خالص من بعضه اهو. ناخد شويه. انا مش بعرف الفه يعني غير بالطريقه العاديه، مش بعرف ان انا احط شويه على الرخامه والفه والكلام ده كله. انا بلفه بالطريقه العاديه خالص. اوريكم واحد تاني. بصوا الزيت بيخلي ورق العنب فاكك بالشكل ده اهو كده. جلافز طبعا هو اللي معطلني شويه، بس انا بحب استخدمه على طول. شويه رز. وكده خلصت كل المحاشي اللي مطلوبه النهارده فروزن. غلفتها بالشكل ده زي ما قلت لكم، هي هتوصل طازه وانتوا بقى فرزوها براحتكم.